جوزك اتجوز عليكي بنت عمه. دي الرسالة اللي جاتلي وانا خارجة من عند الدكتورة فرحانة بخبر حملي اللي استنيته من سنين. في الوقت ده ما حسيتش بنفسي من الصدمة، وقلت بيني وبين نفسي لا، مستحيل جوزي يعمل فيا كده. ركبت التاكسي وبسرعة رجعت على البيت. في الوقت ده كانت حماتي مستنياني، لقيتها بتقولي بابتسامة: كنت فين يا حبيبتي؟ رديت عليها وانا كل حزن وزعل. قلت لها كنت عند الدكتوره. قالت لي بخضه: دكتوره ليه؟ مالك يا بنتي؟ بصيت لها بابتسامه: لا مفيش يا ماما، شويه برد بس الحمد لله. كتبت لي على شويه ادويه وطمنتني. في الوقت ده انا مرضتش اقول لحماتي غير لما اتاكد من الرساله اللي وصلتني. على الرغم من ان حماتي ست طيبه جدا وبتحبني زي بنتها، وعمري ما شفت منها حاجه وحشه. ردت عليا حماتي وقالت لي: الف سلام عليك يا حبيبتي، اطلعي شقتك ارتاحي شويه وخدي ادويتك ونامي. طلعت شقتي وفتحت التليفون وفضلت ادور على صاحب الرساله اكتر من مره، ولكن الايميل اللي جالي عليه الرساله كان فيك. ولكن قررت ان لما جوزي يجي هواجهه بالرساله. دخلت مطبخ وجهزت الاكل وقعدت استنى جوزي. في اليوم ده اتاخر كتير عن موعده. الشك وقتها دخل قلبي اكتر وبدات اصدق الرساله، وعدت ساعات وانا قاعده مستنيه. بعدها سمعت صوت الباب بيتفتح. عرفت ان جوزي جه. اول ما دخل لقاني ساكته وببص له. قال لي: انا اسف يا حبيبتي، اتاخرت عليكي شويه النهارده علشان كان عندي شغل كتير. رديت عليه وقلت له ماشي. رد وقال لي: انا هدخل اغير هدومي عبال ما تحطي الاكل. دخل جوزي وساب تليفونه مفتوح من حظي الحلو. قربت ومسكت التليفون بايد مرعوشه وانا خايفه ومرعوبه من جوايا، ربنا اني ما لاقيش حاجه من اللي في بالي. وفتحت الواتساب ولقيت محادثه بين جوزي وبين رقم متسجل باسم واحد صاحبه. فتحت المحادثه لقيت المحادثه مع واحده ست، ولما قريت الرسائل لقيتها بنت عمه، وكاتباله اخر حاجه: حبيبي انت ما جيتش ليه وما بتردش عليا ليه؟ هي مراتك قاعده جنبك؟ ما قدرتش اكمل باقي الرسائل وقفلت التليفون. دموعي نزلت غصب عني، مسحتها بسرعه قبل ما جوزي يطلع وقعدت استناه. خرج بعد شويه وبصلي بابتسامه وقال لي: ما تتخيليش انا ببقى سعيد قد ايه كل يوم وانا راجع من الشغل والاقيكي مستنياني. انت ما تعرفيش انا بحبك قد ايه. ابتسمت غصب عني وقلت له: انا كمان بحبك قوي. قعدنا على السفره وكانت نظراتي ليه كلها عتاب وحزن، وهو كان بيبص لي ومش فاهم حاجه. وهو بياكل فجاه قال لي: مالك يا حبيبتي النهارده فيكي ايه؟ رديت عليه وقلت له: طلقني. ساب الاكل وقلب صدمه: نعم انت بتقولي ايه؟ قلت له: زي ما قلت لك كده، طلقني. رد وقال لي: بطلي هزار بقى. قلت له: انا ما بهزرش، طلقني. قال لي بعصبيه: طب فهميني ايه اللي حصل؟ قلت له: كتير عليك تفتح بيتين، انا بخلصك من مسؤوليتي خالص. اتوتر جدا وقال لي: انت قصدك ايه؟ قلت له: انا دموعي على خدي، انا عرفت كل حاجه، ويا ريت من غير شوشره كتير نخرج بالمعروف. اتصدم من كلامي وقال لي: انت فاهمه غلط، صدقيني اللي قالك كده كداب. قلت له بسخريه: والله؟ طب افتح تليفونك كده. في الوقت ده شك اني شفت حاجه. قال لي: قصدك ايه؟ قلت له: انت نسيت تليفونك مفتوح وانا شفت الشات اللي بينك وبينها. وقلت له: انا داخله انام دلوقتي علشان اعصابي تعبانه وبكره نبقى نتكلم. دخلت وسبته مصدوم ومش عارف يرد عليا يقول لي ايه. تاني يوم الصبح جوزي صحي على صوت الباب بيخبط، بيبص جنبه ملقانيش، افتكرني في الحمام. راح يفتح الباب لقاها مامته بتكلمه بدموعه وبتقول له: مراتك سابت البيت ومشيت. قالت له: مامته انت عملت لها ايه؟ زعلها كده. رد عليها وقال لها: عرفتي منين يا ماما انها مشيت وسابت البيت؟ ما يمكن راحت مشوار. ردت عليه مامته بغضب: ايه يا ابن البرود اللي انت فيه ده؟ ما تشوف مراتك راحت فين. هيغير هدومه ونزل وراح بيت اهلي. خبط الباب وفتحت له ماما. قال لها: فين مراتي؟ انا عايزه اتكلم معاها. قالت له: مراتك مين اللي جاي تتكلم معاها؟ مراتك مش هنا. رد بصدمه وقال لها: ليه هي ما جاتش هنا؟ امال راحت فين؟ امي بصدمه: ليه انت عملت فيها ايه؟ وبنتي راحت فين؟ رد عليها وقال لها: انا مش عارف راحت فين، انا صحيت الصبح ما لقيتهاش في الشقه، وماما لقيتها سايبه رساله انها سابت البيت. امي بدموع: اكيد زعلتها، انا هنزل ادور عليها. فضلت امي تتصل بكل المعارف والقرايب تسالهم عليا. في الوقت ده انا رحت عند واحده صاحبتي، وجوزي وامي ما يعرفوش عنها حاجه، وكمان ما يعرفوش عنوانها ولا تليفونها. حكيت لصاحبتي على كل حاجه. قالت لي: صاحبتي اللي عملتيه ده غلط. قلت لها: بعصب غلط اني مشيت وسبته، مش غلط انه خاني وراح يتجوز عليا. قالت لي: كنت فهمي الاول منه هو عمل كده ليه. قلت لها: مفيش اي مبرر يخليه يعمل كده، انا ما قصرتش معاه في اي حاجه ولا حتى مع والدته، ولو على الحمل فالدكتور كان قايل لنا في امل كبير وهيحصل في اي وقت، ما تستعجلوش. وهو الحمد لله حصل الحمل. بس بعد ايه؟ بعد ما عرفت حقيقته
اهو دلوقتي بقول يا ريت ما كان حصل. قالت لي صاحبتي بصدمه ايه ده انت حامل؟ قلت لها بدموع ايوه لسه عارفه امبارح، وكنت طايره من الفرحه وكنت ناويه ابلغه، بس جات لي الرساله وانا خارجه من عند الدكتوره. قالت لي صاحبتي طيب ما عرفتيش مين اللي بعت لك الرساله؟ قلت لها لا، الاكونت بتاعه كان فيك. قالت لي طيب مش هتقولي له على الحمل؟ قلت لها مش عارفه، وسرحت وسكت. في الوقت ده بيت جوزي حماتي بعصبيه، انا عايزه اعرف ايه اللي حصل، خليها تمشي. جوزي بيزعيق مفيش، دي خناقه بسيطه بيني وبينها. قالت خناقه بسيطه ازاي اللي تخليها تسيب البيت؟ اكيد لا، اكيد في حاجه تانية انت مخبيها. جوزي رد عليها بعصبيه وعدم وعي وقال لها اتجوزت عليها، فيها ايه يعني؟ الشر حلل لي 4. ام بصدمه انت بتقول ايه؟ يعني ايه اتجوزت عليها؟ انت يعني ايه اتجوزت عليها؟ ازاي تعمل فيها حاجه زي كده؟ ازاي تكسرها وتقهرها كده؟ انا ما كنتش اتخيل انك ممكن تعمل كده في يوم من الايام. دخلت بنت عم جوزي ومراته التانية، وحماتي بتقول لجوزي مين بقى السنيورة خربت البيوت؟ ردت قالت انا يا طنط. حماتي بصدمة انت ايه اللي جابك هنا؟ قالت بخبث انا السنيورة اللي ابنك اتجوزها. بص لها جوزي بغضب انت ايه اللي جابك هنا؟ ردت ببرود جاية بيتي. حماتي بصدمة بيتك ايه؟ ردت وقالت ايوه بيتي وبيت ابني اللي ببطني، ولا ابنك مقالكيش انه كتب لي البيت ده؟ ولو ناوية انك تقعدي معانا ما اسمعلكيش صوت خالص، ولا تجيبي سيرة مراته الاولى، ولو مش عاجبك كلامي الباب يفوت جمل. انا هنا صاحبة البيت وانا اللي اقول مين اللي يقعد ومين اللي يمشي. في الوقت ده حماتي بصت لابنها، ما قدرش ابنها يقول اي حاجة ولا يقول لمراته اسكتي، وراح باصص في الارض. حماتي اتفاجئت ومن شدة الصدمة مسكت قلبها ووقعت على الارض. جوزي اتصل بالإسعاف وراح على المستشفى، والدكتور عرف جوزي ان مامته عندها جلطة في القلب نتيجة صدمة عصبية، وقال له كمان للأسف ما اقدرش اطمنك دلوقتي، والدة حضرتك مريضة قلب واي حاجة صغيرة تتعبها. وقف جوزي في ذهول، معقول امي مريضة قلب وما قالتليش؟ طب ويا ترى معرفة مراتي؟ في الوقت ده افتكر مراته التانية اللي في البيت وفضل يعيط ويقول بينه وبين نفسه سامحيني يا امي انا السبب. في الوقت ده مراته التانية كانت بتكلم باباه في التليفون وبتطمنه وتقول له كل حاجة مشيت تمام، ما تقلقش يا بابا انا مش هسيبهم الا لما ياخد ورث عمي كله. والدها طب وامه؟ قالت له امه زمانها دلوقتي. خبر كان من الصدمه، وكده كده ابنها بقى زي الخاتم في ايدي، اجيبه يمين واجيبه شمال على كيفي. والدها بشر طب خلي بالك من نفسك وعايز اسمع خبرهم كلهم قريب. ردت بضحك عيوني يا بابا. في الوقت ده انا كنت كلمت واحده دكتوره صاحبتي واتفقت معاها انها تعمل لي عمليه اجهاض، وفعلا رحت العياده لصاحبتي ودخلت غرفه العمليات علشان اجهز للعمليه. دخلت صاحبتي علشان تبدأ العملية، لقيت نفسي مش قادرة اعمل كده، في قطعة مني. قمت من على السرير بسرعة. صاحبتي قالت لي فيه ايه اللي حصل؟ قلت لها خلاص انا مش هقدر اعمل كده، انا رجعت في كلامي. خرجت اجري من العياده، اتخبطت فجاه في صاحبتي، بصيت لها بصدمه وقلت لها ايه اللي جابك هنا؟ قالت لي جايه اشوف المصيبه اللي انت عايزه تعمليها، انا ماشيه وراكي من ساعه ما خرجتي من البيت. اترميت في حضنها وفضلت اعيط. قلت لها غصب عني والله، الشيطان ضحك عليا، لحظه غضب وضعف، انا خلاص رجعت في كلامي ومش هعمل كده في ابني. ردت بحنان وقالت خلاص يا حبيبتي اهدي، كويس انك عرفت غلطك ورجعتي فيه. وبدات ان ارتاح واهدى. فجاه جات لي رساله من نفس الايميل الفيك، مكتوب في الرساله ان حماتي تعبانه وفي المستشفى. جريت على الباب لقيت صاحبتي بتقولي رايحه فين؟ فيه ايه؟ قلت لها حماتي تعبانه في المستشفى وانا لازم اروح لها حالا. ردت عليا وقالت لي هتروحي تاني لزفت جوزك ده؟ رديت بدموع قلت لها حماتي ست طيبه جدا وملهاش ذنب في اللي جوزي عمله، انا عمري ما شفت منها حاجه وحشه، انا لازم اروح لها. وفعلا ركبت التاكسي ورحت على المستشفى. في الوقت ده جوزي كان عند مراته التانية، بيقول لها انت ازاي تعملي كده؟ انت اتجننتي؟ قالت له انا ما عملتش غير الاصول، مراتك وعرفت ومشيت وامك كان لازم تعرف. مسكها جوزي من شعرها وقال لها انت اللي بعتي الرساله لمراتي؟ قالت له لا مش انا، بس كنت ناوي اعمل كده وهي جت من عند ربنا. جوزي بغضب امال مين اللي عمل كده؟ ردت ببرود وقالت معرفش، بس الظاهر ان حبايبها كتير. في الوقت ده وصلت على المستشفى. حماتي اول ما شافتني فضلت تعيط وقالت لي حقك عليا، انا ما كنتش اعرف ان هو عمل كده. قلت لها ما تزعليش نفسك يا ماما، انت مالكيش ذنب. ردت عليا وحكيت لي على كل اللي حصل واللي عمله جوزي ومراته التانية. رديت عليها وقلت لها ازاي طلع بالوقاحه دي؟ ازاي يعمل كده؟ ردت حماتي بحسره وقالت يا خساره تربيتي فيه، انا مش عارفه اروح فين بعد ما اخرج من المستشفى، انا مستحيل ارجع البيت ده تاني، خلاص ما بقاش بيتي، ده بقى بيتها هي. رديت عليها وقلت لها ما تخافيش يا ماما، انا مستحيل اسيبك. قالت لي بعد كل ده لسه قلبك ابيض؟ قلت لها انا عمري ما شفت منك حاجه وحشه وما يهونش عليا اسيبك تتمرمط. في الوقت ده جه جوزي واول ما شافني جه عليا
عليا بلهفه وقال لي انت كنت فين؟ دورت عليكي كتير. وقفت قدامه وبصيت له بقرف، قلت له تخيلت انك تطلع ندلي معايا، لكن مع امك جديده عليا دي. لسه هيرد قاطعته وقلت له انت حيوان، بعت اقرب الناس ليك علشان بنت عمك اللي رفضتك زمان. انا دلوقتي هاخد ماما تعيش معايا وانت هتطلقني؟ يعني هتطلقني؟ رد عليا وقال لي انا ساكت لك دلوقتي علشان اللي امي فيه، بس اقسم بالله لو ما سكتيش هيكون ليا تصرف تاني وطلاق مش هطلق. قلت له يبقى بينا المحاكم، وسبتهم وخرجت ومشيت. رجعت بيت صاحبتي وانا طالعه السلم خبط فيا شاب وهو نازل من على السلم بسرعه ووقع كل اللي في ايدي. قلت له ايه يا استاذ مش تحاسب؟ وميل جاب لي كل حاجتي. اخدت منه الحاجه ولسه بيتكلم كلامه واعتذاره، بصيت له بقرف ومشيت. لقيته بيقول لي طيب رد عليا. سبته ودخلت الشقه وقفلت على طول. بالليل وانا واقفه في البلكونه مع صاحبتي لقيت البلكونه اللي جنبنا واقف فيها نفس الشاب، وقال لي صاحبتي مش تعرفينا؟ قلت بعصبيه ايه ده انت تاني؟ ودخلت على طول. صاحبتي فضلت تضحك ووقفت اتكلمت معاه شويه وبعدين دخلت على طول. ايه يا بنتي اللي انت عملتيه ده؟ حكت لها على اللي حصل على السلم وقالت لي ده ابن جيراننا دكتور وكان مسافر بقاله 2 ولسه راجع من اسبوع، يعني ما تقلقيش ده شاب محترم جدا وابن ناس. تاني يوم رحت علشان اشوف حماتي وبرضه لقيت جوزي هناك وبدأ يهددني علشان ارجع البيت. في الوقت ده دخل الدكتور جار صاحبتي وقال له بزعيق مش عيب تتشطر على بنت؟ بس لو فكرت تقرب من خطيبتي هيكون ليا تصرف تاني معاك. رد جوزي بغضب وقال له نعم خطيبتك؟ قال له ببرود ايوه في حكم خطيبتي لحد ما انت تطلقها. رد جوزي بغضب وقال لي انت اتجننتي ولا ايه؟ انت ليا انا وبس. رديت عليه بغضب وقلت له انت تخرس خالص، انا مش هسمح لك تتكلم كده معايا تاني، انت تطلقني وملكش دعوه بحياتي انت فاهم؟ رد بغضب وقال عاجبك الكلام ده يا امي؟ قالت له ابعد عنها يا ابني، هي تستاهل حد احسن منك بكتير. خرجت من الغرفه وخرج ورايا جار صاحبتي وقال لي انا اسف اني قلت كده. قطعته وقلت له حصل خير، شكرا انك انقذتني من الموقف ده. هو حضرتك دكتور هنا؟ قال لي ايوه انا تعينت هنا اول ما جيت من السفر وكمان متابع حاله حماتك. قلت له تمام، اقدر اخدها وارجع البيت؟ قال لي ايوه طبعا بس اهم حاجه تهتم بصحتها. قلت له تمام، واستنيت لما جوزي مشي ودخلت وقلت لحماتي جهزي علشان هنمشي، واخدت حماتي ورجعت بيت اهلي. حماتي الماما والله انا محرجه منكم جدا بعد اللي ابني عمله ده. امي قالت لها انا هكلمك بصراحه، اللي ابنك عمله مش سهل بس برضو انت مالكيش ذنب، انت عمرك ما جيتي على بنتي ابدا وتستاهلي تتشالي على الراس. في الوقت ده قطعت كلامهم وقلت لهم انا عايزه اقول لكم على حاجه. قالوا لي خير؟ قلت لهم انا حامل. وقبل ما تتكلموا انا فكرت ان انزله، بس بعد كده رجعت في كلامي ووعيت لنفسي واللي انا عايزاه منكم دلوقتي محدش فيكم يقول لجوزي اي حاجه. ردت ماما وقالت لي بس يا بنتي. قطعتها على طول في الكلام وقلت لها من فضلك يا ماما هو اختار حياته وانا من حقي اختار حياتي. في الوقت ده رجع جوزي البيت حاسس بزهق وضيق، لقى مراته مستنياه وبتقول له مالك؟ قال لها مفيش. قالت له طيب ادخل خد لك حمام دلوقتي وانا هدخل اجهز لك الاكل وبعدين نبقى نتكلم. فعلا دخل ياخد الحمام وخرج وفجأة سمع مراته بتتكلم في المطبخ وهي بتهمس. قرب منها بالراحة لقاها بتقول بهمس ازاي يا بابا تكلمني دلوقتي؟ جوزي هنا. رد والدها وقال لها هتمضيه امتى على الشركة؟ ردت وقالت مش عارفة، مش سهل امضيه على اي اوراق الفترة دي، وسلام بقى دلوقتي علشان ما يسمعنيش. وقفلت مع والدها وخبت التليفون. جوزي اتصدم من اللي سمعه ووقف مكانه مش عارف يتحرك. خرجت من المطبخ لقيته واقف. قالت له انت واقف هنا من امتى؟ قال لها من وقت ما ضحكت عليا واستغفلتيني. ردت بصدمه انا قاطعها بضربه قويه وقعت على الارض من قوتها. جوزي راح مسكها من شعرها وقال ما كنتش اعرف اني مغفل كده، ظلمت اكتر واحده حبتني وكمان امي اتخلصت منها علشانك، انا فعلا طلعت اعمى، ليه عملتي كده ليه؟ ردت بألم من شدة المسكة وقالت بحقد علشان ابوك اخد حقنا كله وكان لازم ارجعه، وعلشان انا بكرهك وبكره امك علشان امي مش بتحبها. جوزي في الوقت ده حس بصدمه وسابها وقال لها انا مش مصدق ان في واحده شريره وبالغل ده في الدنيا. ردت بسخريه وقالت له وانت بقى مصدق نفسك؟ انت واحد وافقت ان امك تطرد من بيتها وكتبت لي البيت بمزاجك وانت في وعيك، ما فكرتش حتى في امك ومراتك، ولما جريت ورايا اول ما قلت لك بحبك وما فكرتش انك متجوز الحتى. بصراحه انت طلعت ندل وكنت تستاهل اللي يتعمل معاك واكتر من كده. رد جوزي بغضب عليها وقال لها انا هحاسبك على كل اللي عملتيه واخليكي تكرهي اليوم اللي انت اتولدتي فيه، بس الاول اخد منك ابني وبعدين هوريكي. ردت بسخريه مش لما يكون في ابنك الاول؟ قال لها قصدك ايه؟ قالت له مش قلت لك انك اهبل واتضحك عليك؟ انا مش حامل اصلا. ونزلت جري من الشقه. نزل جوزي جري وراها وهي بتجري في الشارع، جت عربيه بسرعه وخبطتها. الناس اتلمت. جوزي كان واقف مصدوم وهو سامع الناس بتقول البقاء لله، دي خلاص توفت. في الوقت ده كنت نازله من بيتي
لقيت الدكتور جار صاحبتي قدامه. قلت له ايه اللي جابك هنا؟ قال لي يعني انت بتطرديني امشي يعني؟ قلت له بتوتر لا مش قصدي، بس انا استغربت. قال لي يا ستي انا جاي اطمن على حماتك واشوف صحتها، وطبعا اخدت العنوان من صاحبتك. بعد مرور اسبوع فعلا زوجة زوجي توفت ووالدها اتحبس لما جوزي قدم محضر فيه وقدم التسجيلات اللي بينه وبينها. في اليوم ده لقيت الباب بيخبط، فتحت لقيت جوزي جاي والندم والحزن مالي عينيه، وقال لي انا عارف ان محدش طايقني بعد اللي عملته، بس فعلا اخدت جزائي وبتمنى تسامحوني، بتمنى ترجعي لي، وكمان يا امي ترجعي بيتك، البيت من غيرك وحش قوي. وقفت بهدوء وقلت له انت عارف مشكلتك ايه؟ انك فاكر كل حاجه تحت امرك، بس احب اعرفك ان كان ممكن يكون ليك عندي ذره شفقه لو اتجوزت عليا بس، لكن انت رميت امك والدتك اللي ربتك وكبرتك، بس للاسف هي دلوقتي مفيش حاجه مزعلاها غير سنين عمرها اللي ضاعت. على مفيش. رد عليا بندم وقال لي والله انا ندمت، صدقوني ادوني فرصه تانية وهثبت لكم اني اتغيرت. رديت عليه وقلت له انا اسفه، مش هقدر ارجع لك او اسامحك، بس علشان بيني وبينك ربنا هقولك انا حامل، وابنك او بنتك هتشوفهم زي ما الشرع والقانون قال. رد بصدمة انت حامل من امتى؟ طيب قلت له مش هتفرق كتير والنتيجة واحدة، المهم انك عرفت. قال لي طيب اديني فرصة علشان الطفل اللي جاي. قلت له مفيش اي حاجة هتخليني اتنازل عن كرامتي حتى لو ابني، وكلامي معاك خلاص خلص. رد وقال طيب انت يا امي؟ قالت له انا هرجع بس مش علشانك، علشان ده بيت ابوك الله يرحمه. بعد مرور 9 شهور كنت ولدت ابني، ربنا رزقني بولد. الباب في اليوم ده خبط، رحت فتحت طلع الدكتور جار صاحبتي. كنت انا وهو في الفتره الاخيره قربنا جدا من بعض. كان جه في اليوم ده علشان يخطبني من امي بعد ما كان صرح لي بحبه ليا من اول يوم شافني فيه، ووافقت وفعلا اتجوزنا، وربنا عوض عليا بزوج مخلص وبيحبني جدا.